قدامك صورة لقبر شخص معروف مكتوب عليها ما تحاولش. عبارة محفزة الصراحة، خاصة لو مكتوب على قبر. والعبارة دي تخليك تتخيل ان ده قبر لشخص ضيع حياته هدر ومعرفش يوصل للي كان عاوزه رغم كل محاولاته. وهنا المفارقة، القبر ده بتاع شخص ناجح ومشهور. ده كان كاتب ومؤلف ذو شهرة عالمية، واللي كان بيعيش تحت شعار: حاول، ما توقفش تعمل اللي انت بتعمله، ما تتخلاش عن حلمك، والنجاح مش هيتأخر عليك. الراجل ده كان اسمه تشارلز بوكوفسكي. النهارده هنناقش أسئلة زي ليه ملوش داعي إنك تجري ورا حاجة أو حد، وإزاي تكون أكتر جاذبية، وإيه اللي لازم تعمله لما يكون نفسك تحقق شيء لكن خايف إن العكس هو اللي يحصل. ليه أحيانا بيكون أفضل إجراء تعمله هو إنك ما تعملش أي إجراء خالص، وإيه هي أفضل بداية للعلاقة، وليه مش شرط إنك تشقى وتحارب وتبذل مجهود عشانها، لكن كل المطلوب منك هو إنك تصحصح وتفوق عشان تلاقيها معاك. أهلا وسهلا بيك يا صديقي، قناة فن الفهم. اسمي مكسيم. النهاردة الموضوع أعمق شوية من اللي أنا قلته، لكن أتمنى إن رسالتي وقصدي يوصلوا لك وتقضي وقت كويس. يلا بينا. بوكوفسكي حقق نجاح ككاتب فقط لما وصل سن ال50 تقريبا. عادة صعب إن الناس تقول على واحد في السن ده بإنه شاب وقدامه مستقبل مشرق، خاصة إن واحد زي بوكوفسكي كان كسول وفاشل وبتاع خمرة، وقبل ما الحظ يبتسم له فضل لسنين طويلة يكتب بإصرار وبمثابرة من غير ما حد يلتفت له ولا حد يعبره. وكان بيجمع جوابات رفض من دار النشر والطباعة من جميع المدن، وفضل على الحال ده سنين. كان بيشتغل موظف في البريد يفرز جوابات، كان بيشتغل في الشفت الليلي وياخد بريك ويكتب. بعد شوية واحدة واحدة بدأ يتعرف ويتشهر ويتصعد واكتسب شهرة عالمية. وزي أفلام الهوليوود اللي بتتكلم عن الغنى بعد الفقر، بوكوفسكي برضه حقق ثروة كبيرة من مؤلفاته. لكن الغريب في الموضوع إن بالرغم من قصة صعوده وقصة حياته الصعبة دي، بوكوفسكي ما لقاش أي حاجة يكتبها في المرتبة الأخيرة بتاعته غير ما تحاولش. واضح إن الراجل ده ما كانش بتاع تنمية بشرية. ليه يا بابا؟ ليه ما تحاولش؟ امال فين الكلام الجميل اللي زي اصنع قدرك، حقق حلمك، قطع مؤخرتك عشان توصل لهدفك؟ فين الكلام الحلو والسهل اللي احنا عارفينه ده؟ لغز. واللي يساعدنا في حل اللغز ده القطط، لان بوكوفسكي ما كانش بيحب البشر انما كان بيحب القطط. كان بيقول كويس ان يبقى فيه قطط كتير حواليك، لما تحس ان انت متضايق كل اللي انت محتاجه هو انك تبص على القطط ومزاجك يتحسن مباشرة، عشان هم ببساطة عارفين كل حاجة على حقيقتها، على حقيقتها تماما، فما عندهمش داعي انهم يقلقوا عشان اي شيء. بخصوص القطط، حاولت انت قبل كده انك تنادي على قطة وهي مستخبية تحت الكنبة؟ هتعرف ان مفيش اي حاجة ممكن تجيب معاها، لا تهديد ولا وعيد ولا رشوة ولا هشتكى، وهتضيع وقتك على الفاضي. لكن لو سبتها ورحت تشوف مصالحك هتلاقيها جاية لك جري، تلعب تحت رجليك، تتمسح فيك وتهرهر كمان. انا شخصيا ما عنديش قطة، لكن عندي كلبة صغيرة في حجم القطة وفي طباع القطة، نفس النظام. ما علينا، بلاش المثل ده، في عشرات الامثله التانية. راجل مثلا، لا داعي لذكر اسماء لكن ممكن نذكر حماده. حماده معجب ببنت جميله وكل يوم يشوفها ويقول لها كلام جميل، يجري وراها، يستناها في كل مكان، يجيب لها ورد، يجيب لها هدايا. لكن بعد كده بستغرب ليه ملوش حظ في العلاقات. ده ممكن يكون لأي سبب، لأسباب كتير. ممكن يكون مثلا الحلاق بتاعه مش بيشوف شغله، أو ممكن يكون معرفش واحد من أهم أسرار الكون اللي هو ممكن يكون مش سر ولا حاجة وباين للناس كلها. فاكر فيلم اسمه The Curious Case of Benjamin Button بتاع براد بيت؟ نوعا ما قديم شوية، اللي بيتكلم عن شخص اتولد عجوز ومع مرور السن كان بيصغر لغاية ما وصل لآخر أيام حياته إلى إنه بقى طفل رضيع. في له مثيل لكن أقدم بكتير، راجل اسمه لاو تزي، مذكور في الحضارة الصينية القديمة. أنت ممكن تكون تعرفه لأنه من نفس فئة بوذا بتاع البوذيين. الأسطورة بتقول إن الراجل بنفسه فضل إنه يتولد عجوز. المهم، الراجل ده قالك إن كل شيء في الكون يخضع لقوة مخفية، والشطارة هي إنك تعيش في وئام مع القوة دي، وسمى القوة دي بالداو، واللي معناها الحرفي الطريق، وبيرمزوا له بالنهر. لاو دي كان بينصح الناس بإنهم ما ينفعلوش، يرتخوا ويسيبوا نفسهم خالص
ويسمحوا للنهر هو اللي يوديهم المكان اللي هو شايفه الصح، أو يبقى حاجة زي مركب الورق كده. طبعا في ناس أول ما يسمعوا عن فلسفة زي الداو أو إنك تمشي مع التيار يقول لك إيه السذاجة والانحلال والعبط اللي أنت فيه ده. وجهة نظر برضه، لأن الأمور في الواقع بتختلف شوية. لكن إنك تسمح للحياة بإنها تشيلك وتوديك المكان المطلوب يعتبر نهج إيجابي ومحب للحياة. ده معناه إنك تكون في تناغم مع الحياة، وإنك تشعر برياح التغيير، وتسيب الظروف تمشي زي ما هي ماشية، وما تنخرطش معاها في حرب أو نضال يتعبك، بل تتعلم إزاي تخلي الظروف تلعب في صالحك. خلينا نفترض إن أنت مثلا إن أنت صيني وعايش في الصين، واسمك مين زي، وفي أواخر 2019 فتحت مطعم لمأكولات شهية جدا، حاجة كده زي كباب الخفافيش أو الفيران. وسبحان الله لسبب غير معروف فكرتك ومشروعك فشل ذريع، ومفيش أي إقبال على المنتج بتاعك. أنت طبعا ممكن تستمر وتصر على فكرتك وتضخ فلوس في التسويق وتعمل حيل مختلفة وتنفض لنقطة إن مفيش حد بيعبر الفيران المشوية بتاعتك، وده معناه إنك تمشي عكس الداو. طب إزاي المسكين ده يتصرف؟ إزاي يستسلم لتيار الداو؟ إيه المفروض يعمله؟ يعني يرجع قريته ويبقى كلوت، يبقى وضحوكة قدام أصحابه؟ لا، مش بالظبط. أحسن له إنه يركب الموجة زي راكب الأمواج، ما يحاولش إنه يهدي البحر أو يعوم عكس الموج، إنما يستفيد من الموج ويسمح لطاقته تحقق أهدافه. عمليا ده معناه إن هو مثلا يبيع الفئران بتاعته للمعامل والمختبرات العلمية، ومش بس يركب الموجة، لا، ده لازم ينسجم معاها ويشعر بالمحيط أو البحر كله، ويعيش في وئام وتناغم مع الداو. وما تسألنيش ايه هو الداو، مش هقولك حاجة عقلة أو منطقية، لأن الداو موجود ورا حدود عقلنا وقدرتنا على التعبير عنه. احنا زي ما قال لاو تزي، الداو المعبر عنه بالكلمات لا يعتبر داو. المقصود من الداو هو كل حاجة كما هي في العالم اللي حوالينا. بص على الطبيعة، بص على المحميات اللي الإنسان لسه ما وصلهاش بالبيروقراطية والقوانين بتاعته، هتلاقيها ازاي؟ هتلاقيها عفوية ومرنة وسايلة. فلو عاوز يكون عندك حليف قوي جدا خليك زيه، قلده، خليك عفوي ومرن وسايل. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. العفوية هي القدرة على التفاعل مع الواقع بطريقة هنا ودلوقتي. أحيانا ردود فعلنا مش بتكون من خلال ثقتنا في نفسنا وبلغنا، إنما بتكون من خلال الماضي بتاعنا لما كنا أطفال وبنتعرض لمواقف بتضايقنا. مثلا في شلة أطفال ضيقت علينا أو ما رضيوش يلعبوا معانا لسبب أو لآخر وقالوا لنا يا عبيط. ودلوقتي واحد مننا ممكن يقف يتسمر وما يلاقيش ثقة في نفسه عشان يتكلم مع البنت اللي معجب بيها، عشان خايف إن الموقف اللي حصل له في الطفولة ممكن يتكرر. العفوية بقى هو إنك تتصرف من منطلق الوضع الحالي، من منطلق إنك شخص بالغ وتصرفاتك مش مشروطة ومش مرتبطة بتجاربك في الماضي. بشكل عام التصرف الغير عفوي هو نتاج أي قرار صادر منك بعد تفكير وتحليل عميق ومر على وحدة التحكم اللي جواك، واللي هي بمثابة وسيط ما بينك وبين الواقع، واللي بيبطئ رد فعلك، واللي بيخلي تواصلك مع الناس معقد. العفوية هي اللي احنا بنحبه في العمل التمثيلي الجاي، أو محادثاتنا الليلية الروحية، أو عفوية الأطفال. وكلنا كنا عفويين في يوم من الأيام وإحنا أطفال، لكن لما مرينا بالتأسيس والتنشئة المجتمعية تقريبا فقدنا الخاصية دي. العفوية مش معناها حاجة سيئة، وطبعا في حاجات مهمة محتاجة تفكير وتأني واستخارة زي ما تيجي توقع العقد مثلا، لكن لما كل حاجة في حياتك تكون غير عفوية ده بيحول حياتك لكابوس. ولو كل حاجة في حياتك هتوزن إيجابياتها وسلبياتها وهتنتقد نفسك وهتفكر الناس هيقولوا إيه، مش هتتحرك من مكانك. التفكير والتحليل الكتير مش شيء تفتخر بيه، بل إنه في كتير من الأحيان بيعكس قلقك
وضعف في ثقتك بنفسك. بالإضافة لكده، لو مش هتتصرف بعفوية وتسيب الأمور بطبيعتها سهلة وبسيطة، الناس اللي حواليك هيشوفوك فيك وبتمثل عليهم، فمحدش هيصدقك. عشان الضحكة أو الابتسامة المصطنعة، عارفها، بتعمل تأثير عكسي، صح؟ الابتسامة لازم تطلع من القلب وبدون تفكير أو تخطيط عشان يبان فيها الصدق والإخلاص. وفي مثال عظيم على النشاط العفوي، ألا وهو الفكاهة، أو زي ما بيقولوا قصف الجبهة، أو الإجابات البارعة على الأسئلة الساخرة زي ده كده. انت دايما سريع كده يا هوارد، صح؟ في بعض الحاجات وفي بعض الحاجات يعني بحب اتريث، فاهم قصدي؟ الصراحة ما عنديش فكرة خالص. مش عارف ليه، بس انا ما كانش عندي شك في كده. لو فكرت ولو لثانية ان ردك يكون مضحك او انه يبقى عبقري، يبقى انت خلاص راح عليك الافيه، انت خسرت الموقف وهزارك بقى بايخ ورخم. اجابتك لازم تكون تلقائية من غير عوائق، زي الصوت اللي بيطلع بعد السقفة مباشرة، او طرطشة المية لما بترمي فيها طوبة. والعفوية مش معناها السرعة، لان اجابتك لو حاولت انها تكون سريعة، انت برضو خسرت الموقف، برضو بقيت بايخ ورخم. الكلام عشان يكون حر وواثق لازم يكون عفوي، وانا عارف الكلام ده بجلد صراحة. الناس الجذابين او اللي عندهم جاذبية هم الناس اللي مش بيحاولوا ان هم يعجبوا حد، وممكن يكونوا ما يعرفوش اصلا اي شيء عن جاذبيتهم ويمشوا يتعاملوا بطبيعتهم تماما. ممكن يكونوا اتدربوا على فن الكلام واللباقة وقوي الكاريزما بتاعتهم ولموا معارف من كتب عشان يبقوا اذكى، لكن دلوقتي بيتعاملوا بطبيعتهم. وانك تكون عفوي مش معناه انك تكون حاجة زي كده او حاجة زي كده، لا. الفكرة ان في ناس من كتر ما اتقنوا فن التواصل والاتيكيت واتدربوا عليه، المهارات دي بقت جزء من شخصيتهم، وبقى كل المطلوب منهم انهم يكونوا على طبيعتهم وما يحاولوش انهم يصطنعوا طرق تخلي الناس يعجبوا بيهم. طبعا اكتر الناس عفويا هم الاطفال اللي العلم او التعليم لسه ما بوظهمش. ايوه، التعليم بيبوظ المرونة الفطرية للمخ، لكن مش ده اللي انا بتكلم فيه. مش بتكلم في ان احنا نسيب المدرسة ونجري. طيب، احنا وقفنا عند نقطة لو تحمسنا للحصول على شيء في الغالب بنحصل على نتيجة عكسية. في حاجة في علم النفس اسمها قانون التأثير العكسي، هو باختصار انك تجتهد في الوصول لشيء لكن تصرفاتك تجاهه بتوصلك لعكس الشيء. على سبيل المثال، انت بتحاول انك تحافظ على علاقتك بشخص عزيز عليك، او بتحافظ على علاقتك بشخص انت بتحبه وعاوز تخليه جنبك، لكن تصرفاتك بتجيب نتيجة عكسية وعلاقتك بيه بتزداد سوء، وعلاقتكم بتنهار زي البيت اللي معمول من الكوتشين. او مثال تاني، انت مش عارف تنام وعندك بكرة ميعاد مهم، لازم تنام بدري عشان تصحى بدري وتكون فايق بالنهار، لكن اي محاولة منك انك تجبر نفسك على النوم بدري هتخلي الموقف اسوأ، وكل ما تحاول اكتر كل ما الاوفر ثينكينج يهاجم مخك اكتر. ودلوقتي هتسمع احسن نصيحة في الموضوع ده، صدقني انا مجرب الموضوع ده ومشى معايا كويس. لكن خلينا الاول نفهم ليه ده بيحصل. لان رغبتنا في اننا نحقق شيء بتكون دايما موجودة جنب الخوف من ضياع هذا الشيء. يعني لو انت عاوز تنام في اسرع وقت، معناها انك في نفس الوقت خايف انك مش هتعرف تنام اصلا، فبسبب الخوف ده القلق بيزيد في قلبك. انت بتحاول تعمل سويتش اوف لنفسك لكن مش بتنجح، فالقلق بيزيد فالنوم بيطير منك خالص. لو اختصرنا، انت بتقلق ان الامور مش هتمشي زي ما انت عاوز، او الواقع مش هيمشي حسب خطتك، فبتكون في حلقة مغلقة. طب ازاي نتأكد ان الامور هتمشي زي ما انا عاوز وانا اقدر افرض على الواقع انه يمشي حسب مزاجي حسب خطتي؟ لا، بسيطة، تعدل الخطة. ما انتش عارف تنام؟ قشطة، يبقى ده هو هدفك، انك تفضل صاحي وما تنامش. الطبيب والاخصائي النفسي فيكتور فرانكل، مكتشف اللوجوثيرابي او العلاج بالمعنى، سمى الحركة دي بالنية المتناقضة، اي فيما معناه انك تنوي عكس اللي انت عاوزه عشان تحقق اللي انت عاوزه.
فلو انت مثلا ظبطت خطتك انك ما تنامش طول الليل، تتخيل مثلا ان انت نبطش في مستشفى او عسكري على حرس الحدود وما ينفعش ان انت تنام، وظبطت خطتك بناء على كده، إذ فجأة هتلاحظ ان كل حاجة ماشية حسب مزاجك او خطتك، فبتلاقي ان الدائرة المغلقة بتنفتح، وبعد كده القلق بيبدأ يروح من نفسه، ومش هيكون في سبب للقلق اصلا عشان كل حاجة تحت سيطرتك. فبيجي الهدوء ويليه غالبا من غير ما تحس تسحب في النوم. تقنية النية المتناقضة ممكن تساعد في حل مشاكل تانية كتير اللي في جذورها القلق، أو في الحالات اللي ممكن تحصل عكس المتخطط له، بيسموا برضو الحالات دي قلق الترقب. يعني مثلا بنت لا داعي لذكر أسماء كل ما تتكلم مع الناس وشها بيحمر، فالفكرة اللي بتيجي في دماغ أسماء أهم حاجة وشك ما يحمرش، أهم حاجة وشك ما يحمرش. لكن لما بتقابل الناس وشها بيقلب طماطمايه، ايه العمل؟ المرة الجاية أسماء لما تيجي تقابل حد لازم خطتها يكون إن وشها يحمر بأقصى درجة ممكنة، تحمر بدرجة مفيش زيها في الحمار، مفيش أحمر من كده. عادي ممكن اللي تقابله يحس إن هي مجنونة أو هبلة، لكن هي بينها وبين نفسها هتبتسم وهتكتشف إن كل حاجة ماشية زي ما هي مخططة، فالقلق بيبدأ يروح ووشها بيجيب الألوان الطبيعية. حاجة زي النية المتناقضة كانت هتعجب أخينا لاو تزي، لأن ده متوافق مع المبدأ الرئيسي للداو اللي اسمه وو واي، واللي معناه حرفيا عدم اتخاذ أي إجراء. والمقصود هنا مش التقصير أو التقاعس. بس استنى، لو مش ده المقصود، ليه المصطلح طويل زي ده؟ ليه الفشخرة ديت يعني عدم اتخاذ أي إجراء؟ عشان يا سيدي دي معاني مختلفة. لأن التقاعس أو التقصير هو إنك تمشي مع التيار، لكن بالمفهوم الغربي هو إنك تكون كيس جوافة أو شوال بطاطا مرمي على الأرض. إنما عدم اتخاذ أي إجراء هو إنك تسمح للتيار إنه يشيلك، وإنك تعرف تروضه وتخليه يلعب في صالحك، وإنه يكون حليفك، وإنك ما تغصبش نفسك إنك تعمل أشياء تستهلك طاقتك من غير نتيجة، إنما تتعلم إزاي توجه القوة والطاقة في اتجاه يخلي الظروف هي اللي تعمل لك اللي انت عاوزه. احيانا حل العديد من المشكلات بيكون بسيط جدا، وهو انك تبطل تحلها. وبالمناسبة لو ما فكرناش بالصيني وفكرنا بطريقتنا احنا، ممكن نختار شيء يعبر عن فلسفة الداو بشكل افضل، وهو الرياح. ليه؟ لان الرياح بتترك لك الحق في انك تختار الاتجاه اللي انت عايز تمشي فيه، على عكس النهر اللي مش بتسمح لك غير بطريق واحد. ففي حالة انك انت في البحر وعاوز توصل لبر معين، انت ممكن تستخدم المقادف وتعرق وترهق نفسك، وهتوصل برضو للبر اللي انت عايز توصل، وهتكون مبسوط بالانجاز اللي انت حققته. وساعتها هتكون مقتنع بان الانسان لازم يتعب ويشقى عشان يحقق السعادة. لكن من ناحية تانية، انت ممكن تختصر وتوفر مجهودك، ممكن تبقى فنان. مثلا ممكن تركب على المركب بتاعك شراع، وتسمح للقوة الخارجية انها توديك المكان اللي انت عاوزه. ده حتى بامكانك تمشي عكس الريح لو مشيت زجزاج او بطريقة متعرجة. بلا تعب لا يأتي النجاح، كلامه زيه كتير سمعناه من واحنا صغيرين، واللي فعلا ممكن يكون واقع، لكن مش كله صح، او ممكن نقول نص هو اللي صح. لان فعلا حاجة زي انك تمشي عكس الريح باستخدام الريح دي مهارة مش سهل انك تتعلمها، محتاج تتعب جدا عشان تتقنها وتكون ماهر فيها. لكن العالم فيه مليارات الاشياء اللي الاصرار والتعب والمثابرة يعتبر غباء او ضار كمان. للأسف عقليتنا نتاج الحضارة الغربية. أيوة الحضارة الغربية، لأن الاستعمار عمل شغله، وبعد كده الثقافة متمثلة في الأفلام والكتب وإلى آخره عملت شغلها برضه. والحضارة دي ما تعرفش حقيقة غير التعب والبهدلة والإصرار، وفي الآخر تتحرق. أحكي لك قصة لما تقلقش، هي قصيرة. كان يا مكان في صحراء جرداء شديدة الحرارة محارب أو مقاتل ماشي بقاله فترة طويلة، وكان عطشان جدا. فضل ماشي لغاية ما من بعيد شوية لقى قدامه بحيرة مية عذبة. طبعا فرح جدا واتجه للبحيرة دي.
لكن لما قرب للبحيرة اكتشف جنبها تنين كبير مخيف. فالمحارب عشان شجاع قرر بينه وبين نفسه أنا لازم أحارب التنين ده. بالفعل راح للتنين وبدأ يحارب فيه، ده يضرب وده يضرب، ده يضرب وده يضرب، فضلوا يعجنوا في بعض ويحاربوا بعض لغاية ما الاتنين وقعوا على الأرض. فبعدها بفترة قصيرة الاتنين بدأوا يفوقوا. التنين بيلملم جراحه بيسأل المحارب هو انت كنت بتحاربني ليه؟ فالمقاتل بيقول له كنت عايز اشرب ميه. التنين بيقول له قال لا ما كنت تشرب، بتحاربني ليه؟ وهكذا هو الحال في كل اللي احنا بنعمله. احنا دايما بنفضل اننا نحارب، احنا دايما بنفضل ان احنا نختار الطريق الصعب. يعني مثلا لو انت شغال على بروجكت بقالك وقت طويل او بتذاكر لساعات طويلة لكن محتاج تكمل وتركز اكتر، انت مش بتلاقي اي حل غير انك تقوم تطلب او تعمل فنجان قهوة او تشرب ريد بول عشان تركز اكتر. القصد انت بتغصب نفسك تركز وتذاكر، لكن مش بيجيلك فكرة ان في الموقف ده انت المفروض تعمل عكس كده، انك تهدي اللعب وتروق وتروح تتمشى وتتنفس هوا، حاجات زي دي. اعتقد انت لاحظت اكتر من مرة ان حل مسائل معقدة او مسائل انت بتفكر فيها بيجيلك في اوقات انت مش مركز فيها اصلا. يعني لما تكون في الدش او لما بتتمشى او لو انت نايم او مستلقي، ده يا سيدي عشان المخ في الحالات دي بيشغل وضعية العمل السلبي وبيتصرف بشكل عفوي. وفي الحالات دي في خلايا عصبية كتير بيتواصلوا مع بعض، واللي في الحالات التانية مش بيتواصلوا. في الحالات دي واحد زي نيوتن يقول لك لقيتها الجاذبية الجاذبية. طيب فين كمان نلاقي ان عدم اتخاذ اي اجراء ممكن يوصلني للنتيجة اللي انا عاوزها؟ تقريبا في كل شيء. تعال نشوف. يعني مثلا حالة التدفق، ودي من اجمل الحالات اللي بيوصل لها اي انسان، ممكن نتكلم عليها كتير الصراحة، لو في حد مهتم اكتب كومنت. ودي الحالة اللي لما بتوصل لها كل حاجة حواليك بتلعب في صالحك، وانت مش بتحتاج اي سيطرة ومش محتاج تسيطر على الاشياء اللي مش محتاجة منك سيطرة. انت بتوصل للحالة دي لما مهاراتك بتوصل لمستوى عالي جدا لدرجة تسمح لك انك تسيب نفسك خالص وانت بتشتغل. الشغل زي ما يكون بيعمل نفسه بنفسه، او الشغل زي ما يكون بيتدفق منك او بيعوم منك. الحالة دي بيوصل لها اكتر الناس اللي هم المغنيين او الموسيقيين، لما تحس ان الواحد فيهم راح في عالم تاني كده لوحده لكن اداؤه بيكون خرافي جدا. او الرياضيين مثلا او لعيبه الكوره بالذات، انت اكيد لاحظت ان في لعيبه بيسيبوا نفسهم فبيرقصوا الفريق كله، الكوره ماشيه لازقه في رجله ومتصاحب هو مع الكوره. لكن على عكس لاعب تاني بيحاول انه يلعب حلو او بيحاول انه يبان ان هو بيلعب حلو وحاول ان هو يجيب جول، لكن مفيش حاجه بتيجي معاه خالص. او افتكر نفسك لما كنت في وسط اصحابك في الجامعة مثلا، لما كنت بتحكي لهم قصة مؤثرة او القيت عليهم خطاب روحي عن الاخلاق، ولقيت الكل كان واقف ومتلم حواليك ومبلم ومتأثر والدموع على عينيهم. بناء الاجسام، زي ما هو معروف ان العضلات ما بتكبرش في الجيم انما في البيت وانت على السرير، وعشان توصل للنتيجة اللي انت عاوزها لازم توزن بشكل صحيح ما بين التمارين والراحة. في المبيعات، انت مش هتشتري من بياع بيجري وراك وبيلزق فيك بالمنتج بتاعه وبيلح عليك عشان تشتري، صح؟ لكن لو في منتج اتكتب عليه باقي قطعتين فقط، شوف الناس هيجروا عليه ازاي. او مثلا في الترفيه او تغيير الجو، لو فهمتني اكيد هتوافقني في الرأي ان انت مش هتعرف تغصب نفسك تخلي مزاجك حلو، او مش هتعرف تقضي وقت لذيذ بالعافية او السعادة. الدراسات الرسمية بتقول إن الإنسان كل ما بيحاول إن هو يوصل أو يحقق السعادة، كل ما مش بس مش بيحقق نتيجة، لا ده كمان ممكن يوصل للاكتئاب. يعني أنت كل ما تحاول تبقى سعيد أكتر كل ما السعادة تبعد عنك أكتر. مش بيفكرك بحاجة؟ قانون التأثير العكسي. بمناسبة السعادة، فاكر واحنا صغيرين هل لما الواحد فينا كان بيزعل هل كان بيفكر هو أنا مش مبسوط لازم أبقى مبسوط في أسرع وقت؟ أنا مش سعيد لازم أبقى سعيد في أسرع وقت؟ لا خالص أبدا. ولغاية وقت قريب
لغاية ما اتعلمنا مفهوم السعادة واتقال لنا المعايير بتاعت السعادة، وللأسف مش كل واحد فينا بيعرف يحققها. وعشان كده احنا كلنا بنحارب ونشقى عشان السعادة تيجي، لكن بنت اللذينة مش بتيجي زي القطة اللي اتكلمنا عليها في البداية. وطبعا احنا عايشين عندنا الإحساس بنقص، في حاجة ناقصة، أو في إحساس يعني قليل بإن احنا معيوبين شوية. والمشكلة إن احنا دايما تفكيرنا مرمي على المستقبل بدل من الحاضر، في حين إن اللحظة الوحيدة اللي ممكن السعادة تيجي فيها هي دلوقتي. يعني ممكن الواحد فينا كانت السعادة بتجيله بس احنا اللي ما كناش موجودين. أحيانا واحد فينا ممكن يتهوس ويسأل نفسه أنا مبسوط؟ هل أنا سعيد؟ طب دلوقتي أنا مبسوط؟ هل أنا سعيد؟ والإجابة بمنتهى المنطقية دايما بتكون لا، لأن الإنسان لو فعلا مبسوط مش هيسأل نفسه سؤال زي ده. زي النايم مش هيسأل نفسه هو نايم ولا لا. وده معناه إنك عشان تبقى فعلا سعيد لازم تبطل تجري ورا السعادة وتحاول توصل لها. مبدأ عدم اتخاذ أي إجراء ممكن تلاقيه كذلك في العلاقات. أي خطوة بتاخدها تجاه شريكة حياتك المحتملة أو شريك حياتك المحتمل، يعني بتقول لها كلمة حلوة، غزل، معاكسة لطيفة ظريفة، في الوقت ده مخ شريكة حياتك بيصدر مكافآت كيميائية عصبية أو زي ما بيسموه الدوبامين. لكن لما بتبدأ تجري وراها وتلحقها وتستناها في كل مكان، مخ شريكة حياتك هيتعود عليك، فمش هتكون حاجة حصرية بالنسبة لها، واهتمامك هيبطل يكون مرغوب فيه، بل بالعكس ممكن يبدأ يخنق. السر هو إنك تفاجئ شريكة حياتك، يعني مثلا تتقابل معاها مرة أو اتنين مواعدة غرامية وتختفي لمدة سنة، تظهر لها بقى لما يكون هي داخلة على جواز وخلاص هتتجوز فرحها اهو، انت تدخل بقى بصبيطة موز على كتفك وشنب الكبير وجلبية الكبير وتقول لها ألف مبروك. هتتفاجئ الصراحة، صح؟ ماشي أنا آسف، مش قصدي أكون رخم بالهزار بتاعي، لكن اللي أنا قصدي إنك ما تستعجلش الأحداث، إنك ما تحاولش تقرب منها بأي تمن وخلاص، سيب الأمور ماشية على طبيعتها. ولو مجرى الداو عاوز يكون في بينكم بعد، اسمح للبعد ده يحصل. كده هتخلق حاجة اسمها تأثير المكافأة المتغيرة. العالم بورهوت فريدريك سكينر عمل تجربة شهيرة في الوسط العلمي أثبت بيها إن المتعة أو المكافأة الغير متوقعة بتمتعنا أكتر من المكافآت المتوقعة. على فكرة تأثير المكافأة المتغيرة مبدأ أساسي بيعتمد عليه مواقع التواصل الاجتماعي وماكينات القمار. ممكن تقرأ عنه وتفهم ايه السلاح اللي انا بديهولك. لا هو مش سلاح ولا حاجة، ده مبدأ اساسي في بداية العلاقات الانسانية، لكن في الاوساط اللي لسه ما باظتش. يعني الناس بيبصوا لبعض، بيقربوا من بعض، بعدين بيخافوا يبانوا انهم متطفلين، او ببساطة بيكونوا خجولين فبيبعدوا شوية ويقربوا شوية، وهكذا بشكل متناوب، يقربوا من بعض ويبعدوا عن بعض، زي ما يكون بيأدوا رقصة السلو الدائرية. يا له من شيء رائع، يا له من شيء عظيم عشان الكون كله بيأدي الرقصة دي، ودايما بيتولد فيه السالب والموجب عشان يحافظ على الدوران. تأمل كده لأي ظاهرة في الكون هتلاقيها عبارة عن مجموعة من وحدات نعم ووحدات لا صغيرة في الحجم. ولو اعتبرنا ان واقعنا هو سيل من المعلومات، فهنقدر اننا نعبر عن كل شيء بالرمز الثنائي اللي فيه الواحد بيرمز للحضور والصفر بيرمز للغياب، او الواحد بيرمز للكمال والصفر بيرمز للعدم. الواحد عبارة عن يانج والصفر عبارة عن إين. يانج هو كل شيء نشيط ملتزم ومنير، إين هو كل شيء سلبي فوضوي ومظلم. الواحد فيهم دايما بيتدفق في التاني، والواحد فيهم ملوش أي لازمة من غير التاني. النهار في الليل، القوة للضعف، الصوت إلى الصمت. ومشكلتنا الأكبر إننا بنعتمد دايما على اليانج وبنأهمل إين، عشان كده احنا مش في تناغم مع الطبيعة وبنفتقد للسلام الداخلي. دايما بنجبر الولادة اللي المفروض يتولد طبيعي، بنحاول دايما نسيطر على أشياء مش محتاجة مننا سيطرة،
وكل تركيزنا الأساسي على النتيجة، وده اللي بيبوظ حياتنا. دايما بنخرج عشان نحارب العالم من غير ما نفهم إنه بيفضل عدو لينا طالما احنا مؤمنين بإنه عدو لنا. والمشكلة كمان إننا بنفضل نحاول ونحاول ونحاول عدد لا نهائي من المرات. ولو انت كمان بتفضل انك تحارب التنين، عادي مفيش مشكلة، لكن فكر في نقطة، وهو ان النصر مش لازم يكون لما تهزم التنين، انما لما تعرف تراوده. ودلوقتي الوصية الأخيرة لبوكوفسكي اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة ما بتعتبرش مجنونة، صح؟ بوكوفسكي كان سكري وفاشل وكانت حياته صعبة، لكن كان بيكتب عن الكلام ده في مؤلفاته، وعشان كده الناس حبوه. بوكوفسكي في أحد المراسلات اللي كان بيناقش فيها موضوع الإبداع كتب: بيسألوني بتعمل إيه؟ بتكتب إزاي؟ إزاي بتألف؟ ما تحاولش، ده أهم حاجة، ما تحاولش. مش من أجل سيارة كاديلاك، ولا عشان الخلق، ولا عشان الخلود. انت بتستنى، لو مفيش حاجة حصلت بتستنى كمان شوية، زي مع الدبانة لما بتستناها لغاية لما تنزلك، ولما تقرب لك بما فيه الكفاية بتخبطها خبطة وخلاص. أو ممكن تربيها عندك انت حر. أسوأ شيء لما تقرر تعمل شيء مبدع هو إنك تحاول تكون مبدع، أو إنك تحاول تكون ظريف، أو إنك تحاول تبقى سعيد، أو إنك تحاول تنام، أو تحاول. اقف، كفاية كده. انت خلاص وصلت، انت وصلت للمكان اللي كنت بتقطع نفسك عشان توصل له. انت خلاص هنا، وكنت دايما هنا، وكل فكرتك وحبك وكل احلامك كان دايما هنا، او هيجيلك لهنا. بس اهم حاجة اللي عليك انك ما تخوفهمش. بالليل وانت نايم على سريرك هتسمع خطوات ناعمة في اوضتك، وفي حركة خفيفة في الضلمة، وفي حاجة بتقرب لك، خلاص قربت لك. اتضح ان ده الكون كله اتلف في دايرة بحجم القطة ونام على صدرك وهرهر عشان مبسوط انه بقى معاك.